مشكلة الاستعارة اللي بتواجهك في الامتحان، أي امتحان لازم يجي لك سؤال بلاغة بيكلمك فيه عن الاستعارة. أنا في دقيقتين هشرحهم لك وهسيب لك آخر الفيديو سؤالين لازم تجاوب عليهم، لازم تجاوب عليهم. تعال. الاستعارة حب قلب نوعين، استعارة مكنية واستعارة تصريحية. الاستعارة دي يعني ايه بقى؟ قال لي الاستعارة دي كانت في الأصل عبارة عن تشبيه بليغ، يعني مكونة من مشبه ومشبه به بس أنا بحذف أحد الطرفين. أنا بقى عاوزك تسيب الطرفين دول وتمسك طرف واحد بس اللي هو المشبه به. شوف، المشبه به موجود في الجملة، إذا دي اسمها استعارة تصريحية لأن أنا صرحت بالمشبه به. طب المشبه به محذوف، يبقى إذا دي اسمها استعارة مكنية. تعال نبدأ بالاستعارة المكنية. لما أنا جيت قلت لك ورد في القرآن الكريم آية بتقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما سكت عن موسى الغضب، هل الغضب ده بيسكت؟ لا، يبقى انا شبهت الغضب ده بانسان يتكلم ويسكت. طب فين الانسان؟ محذوف، اذا دي اسمها استعاره مكنيه لان انا حذفت المشبه به. لو انا جيت قلت لك كده واذا المنيه اللي هو الموت، واذا المنيه انشبت اظفارها، هل الموت ده اللي هو المنيه له اظافر؟ لا، يبقى انا شبهت الموت بوحش. هل الوحش مذكور في الجمله اللي قلتها لك واذا المنيه انشبت اظفارها؟ لا، مش موجود، انا حذفت المشبه به، اذا دي اسمها استعاره مكنيه. خد بالك، اي كلام مع غير عاقل انادي عليه ادي له اي اوامر، كان انا اقول يا ليل ذل، انا ينفع انادي على الليل وادي له اوامر؟ لا، يبقى اذا دي اسمها استعاره مكنيه لان انا شبهت الليل بانسان يسمع النداء. فين الانسان؟ محذوف، المشبه به محذوف، اسمها استعاره مكنيه. اما لما اكلمك بقى على الاستعاره التصريحيه، عاوزك تبص معايا برضو على المشبه به. لو موجود في الجمله المشبه به اذا اسمها استعاره تصريحيه. رب العالمين قال لك في القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. القرآن الكريم لما نزل كان بيخرج الناس من الظلمات إلى النور ولا من الكفر للإيمان؟ من الكفر للإيمان. بس رب العالمين قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الكفر ولا من الظلمات؟ من الظلمات. يبقى أنا شبهت الكفر بالظلمات. الظلمات اللي هو المشبه به موجود ولا محذوف؟ موجود. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات موجود. يبقى اذا طالما المشبه به موجود اسمها استعاره تصريحيه. لتخرج الناس من الظلمات الى الايمان ولا الى النور؟ الى النور. يبقى انا شبهت الايمان بالنور، واللي موجود اللي هو النور اللي هو المشبه به موجود، اذا دي اسمها استعاره تصريحيه. ابتسمت الفتاة فظهرت اللآلئ. ايه اللآلئ دي يا استاذ؟ الاسنان، شبه الاسنان بتاعتها باللؤلؤ، هو حر مالناش دعوه هو اسنان ولا لؤلؤ. في الحقيقه هي اسنان بس هو شبهها باللؤلؤ. اللؤلؤ المشبه به موجود ولا مش موجود؟ موجود، دي اسمها استعاره تصريحيه. انا كده بينت لك انواع الاستعاره سواء كانت استعاره مكنيه او كانت استعاره تصريحيه. الدور عليك دلوقتي عشان تقول لي انواع الاستعاره في السؤالين الجايين دول. ركز معايا لان ابيات الشعر او اي ايه هقولها لك او اي حاجه هقولها لك لازم تكون مفهومه قبل ما حضرتك تجاوب وتعرف هل الكلام ده حقيقي ولا مجازي، يعني الكلام ده امر طبيعي كده وبنسمعه وبيتحقق ولا الكلام ده فيه خيال. اول سؤال بيقول لك حدثني التاريخ عن امجادنا. هل التاريخ بيتحدث؟ قول لي انت بقى ده اسمها استعاره مكنيه ولا استعاره تصريحيه؟ ده اول سؤال. بيت شعر بيقول لك اذا الموت ابدى ناجزيه طاروا اليه. هل الموت ده ليه ناجز؟ بين لي دي استعاره تصريحيه ولا استعاره مكنيه.